أهلا بيكم في فيديو جديد من قناة أهو كلام إنجليزي، وتحديدا أول فيديو من سلسلة idioms phrasal verbs and slang. وزي ما قلنا قبل كده إن السلسلة دي قادرة حرفيا إنها تغير مستواك في اللغة، لأنك بتتعلم أهم 3 حاجات بيستخدموهم أهل اللغة في حواراتهم اليومية، كل المواقف كل الأماكن وكل الأوقات تقريبا. فلو اتعلمتهم هيفرق جدا 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 في مستواك. وزي ما قلنا قبل كده برضو إن تعلم الإيديومز والفريزال verbs والسلانج مش رفاهية أبدا، ولكنها مفاتيح للفهم والتواصل الكويس جدا، واستخدامهم وفهمهم كويس بيبين قد إيه أنت مرتاح في اللغة. ولو ما عندكش فكرة هي إيه الإيديومز والphrasal verbs والslang، فانصحك إنك تروح لفيديو المقدمة لأننا موضحين معانيهم فيه. ويلا بينا بقى ما نضيعش وقت أكتر من كده ونبدأ نفهم. وأول خطوة هنعملها هي إننا هنقرأ النص اللي موجود قدامنا ونستخرج منه الإيديومز والphrasal verbs والslang، ونبدأ نعلق عليهم واحد واحد نعرف معانيهم وكل واحد بيستخدم إمتى. The two friends. Tom was feeling under the weather, but still hit the road early to meet Jake. His friend threw sick in sun. Jake told him to chill out and take it easy. Let's grab a bite first. They picked out at their favorite burger place, then caught up while walking through the park. Tom opened up about how tough his new job has been, and how he's still trying to figure out how to balance everything. وخلونا نقرأ النص كمان مرة ومن غير صوت الأطفال ده. The two friends. Tom was feeling under the weather, but still hit the road early to meet Jake, his friend through thick and thin. Jake told him to chill out and take it easy. Let's grab a bite first, he said. They picked out at their favorite burger place, then caught up while walking through the park. Tom opened up about how tough his new job has been, and how he's still trying to figure out how to balance everything. ودلوقتي هنبدأ نستخرج الإيديومز ونعلق عليها سوا. وأول إيديوم معانا هو تعبان، يعني under the weather. وكلمة تعبان معناها under the weather، معناها ببساطة إنك مش في أحسن حالاتك، يعني تعبان أو مش تمام. مثال I'm feeling a bit under the weather today so I'm staying home، يعني أنا تعبان شوية فهقعد في البيت النهاردة. يبقى under the weather بستخدمه لما أحب أقول إن أنا تعبان ومش في أحسن حالاتي ومش حاسس إن أنا كويس، اسمه under the weather. I'm feeling a bit under the weather today so I'm staying home. وتاني إيديم معانا هو إيديم خاص بالسفر أو بالخروج من البيت أو إنك تنزل تروح مشوار، اسمه hit the road. معناها تبتدي رحلتك أو تتحرك أو تنزل من المكان اللي أنت موجود فيه عشان تروح مكان تاني، ده اسمه hit the road. Let's hit the road before traffic gets bad. Let's hit the road before traffic gets bad يعني يلا نتحرك قبل الزحمة. يبقى hit the road معناها إن أنت تبتدي تتحرك أو تبتدي رحلتك. Let's hit the road before traffic gets bad. يلا نتحرك قبل الزحمة. أما تالت إيديم معانا فهو إيديم خاص بالصحاب، through thick and thin. تعبير جميل ومعناه في الحلوة والمرة، يعني حد بيفضل معاك مهما كانت الظروف. through thick and thin. My best friend has been with me through thick and thin، يعني أعز أصدقائي كان معايا على الحلوة والمرة. My best friend has been with me through thick and thin. My best friend has been with me through thick and thin، يعني معايا على الحلوة والمرة through thick and thin. وكده خلصنا الإيديومز وهندخل بقى على الفريزل verbs. وزي ما قلنا الفريزل verbs هي عبارة عن فعل وجنبه حرف جر أو فعل وجنبه ظرف، لما بيتحطوا جنب بعض معناهم بيتغير، يعني بيبدوا معنى جديد. زي مثلا أول phrasal verb معانا هو catch up، على بعضها هنطقها تبقى catch up يعني قعدة دردشة. طبعا كلمة catch لوحدها أصلا يعني يمسك أو يصطاد، وكلمة up يعني أعلى، بس لما أحطهم جنب بعض هيدوني قعدة دردشة. يبقى catch up يعني قعدة دردشة، يعني تعوض اللي فات وتعرف آخر الأخبار. مثال let's catch up soon I wanna hear everything، يعني أنا عايز أعرف كل حاجة أو عايز أسمع كل حاجة. let's catch up soon I wanna hear everything، أو let's catch up soon I want to hear everything، يعني لازم نتقابل قريب عايز أعرف كل حاجة حصلت. والphrasal verb اللي معانا بعد كده هو open up. open و up على بعضها تبقى open up. open up يعني تبتدي تفضفض وتحكي مشاعرك. مثلا it's hard for him to open up about his feelings، يعني صعب بالنسبة له إن هو open up يفضفض ويحكي عن مشاعره. يبقى كلمة open up يعني يفضفض أو يحكي عن مشاعره. يبقى it's hard for him to open up about his feelings، يعني صعب عليه إن هو يفتح قلبه ويتكلم عن مشاعره. open up يعني يفضفض.
وآخر phrasal verb معانا هو figure out، على بعضها تبقى figure out، وfigure out معناها تفكير أو محاولة للاستكشاف، يعني بيحاول يعرف حاجة أو بيحاول يوصل لحاجة، يعني بيحاول يكتشف كده أي حاجة، بيحاول يكتشف إزاي يوازن بين حياته والشغل، بيحاول يكتشف إزاي يحل المشكلة دي معناها بالظبط figure out. يعني تحاول تحل أو تفهم حاجة معقدة. I am trying to figure out how to balance work and life. I'm trying to figure out how to balance work and life، يعني بحاول ألاقي طريقة أوفق بيها بين الشغل والحياة، وكلمة أوفق بيها أو أعمل توازن يعني to balance، يبقى I am trying to figure out how to balance work in life. إزاي أوفق ما بين الشغل والحياة. ودلوقتي وصلنا لآخر حاجة هنتعلمها في الفيديو ده وهي السلانج، وزي ما قلنا السلانج هي اللغة الدارجة أو لغة الشارع، وأول حاجة معانا هي chill out. chill out يعني راحة، يعني اهدى وريح أعصابك، بالظبط زي كلمة relax و calm down، نفس المعنى ولكنها يعني أحسن شوية. فكلمة chill out يعني اهدى وريح أعصابك ويخليك ريلاكس كده. dude just chill out everything is gonna be fine، يعني يا صاحبي اهدى كده كل حاجة هتبقى تمام. dude just chill out everything is gonna be fine، اهدى كده كل حاجة هتبقى تمام. يبقى chill out معناها relax أو calm، يعني اهدى كده وريح نفسك. وتاني سلانج معانا هو خاص بالناس اللي بتحب الأكل، اللي هو تعالى ناكل حاجة سريعة قبل المحاضرة، تعالى ناكل حاجة سريعة قبل الشغل، تعالى ناكل حاجة سريعة في البريك. الناس دول ينفع معاهم قوي قوي السلانج ده، لأنه اسمه grab a bite، وgrab a bite يعني نطلع ناكل حاجة بسرعة، يعني ناكل حاجة في السريع كده. grab a bite grab a bite يعني نطلع ناكل حاجة في السريع. صاحبتك اللي دايما بتبقى عايزة تاكل قبل المحاضرة وبعد المحاضرة وفي البريك وبعد البريك وفي نص الشغل، ويعني أي حدث مرتبط بالأكل، اللي هو ناكل الأول وبعدين نشوف، ده اسمه grab a bite، اللي هو نطلع ناكل حاجة بسرعة. Let's grab a bite before the movie starts، يعني يلا ناكل لقمة كده قبل ما الفيلم يبدأ. Let's grab a bite before the movie starts، يعني يلا ناكل لقمة قبل الفيلم ما يبدأ. وآخر سلانج معانا النهاردة هو big out. big out يعني تاكل بشراهة، تاكل كأنك مش هتاكل تاني، اللي هو أنا جعان دلوقتي وحاسس إن أنا ممكن آكل خروف، ولما فعلا الأكل يتحط قدامك تاكل كأنك أول مرة تشوف أكل في حياتك، ده بالظبط اسمه big out أو big out على بعضها. we bigged out on pizza last night، يعني أكلنا بيتزا لحد ما شبعنا جدا امبارح. يبقى big out اللي هي تاكل بشراهة، تاكل كأنك مش هتاكل تاني يعني. we bigged out on pizza last night we bigged out on pizza last night، يعني أكلنا بيتزا لحد ما شبعنا جدا امبارح. وآخر خطوة هي مراجعة للإيديومز ومعانيها، وهنسمع أمثلة عليها. وأول إيديوم كان معانا هو under the weather، وقلنا معناها feeling sick or unwell، يعني تحس إن أنت sick مريض، و unwell برضه معناها مريض. تاني إيديوم هو hit the road، معناها to leave or start a journey، يعني إن أنت تغادر أو تبدأ رحلة. وتالت حاجة كان through thick and thin، اللي هو على الحلوة والمرة، يعني staying loyal in past good and bad times، يعني تفضل مخلص في الأوقات الكويسة والأوقات الوحشة good and bad times. وأول phrasal verb كان معانا هو catch up، وقلنا catch up to talk with someone and learn about what has happened in their life، يعني تتكلم مع حد وتعرف حصل إيه في حياته. وبعد كده open up أو open up to share personal thoughts or feelings، يعني إن أنت تشارك مشاعر وأفكار شخصية، تفضفض. وfigure out معناها إن أنت تفهم أو تكتشف أو تفكر علشان تعرف حاجة to find a solution or understand something، إن أنت تلاقي حاجة أو تكتشف حاجة. أول سلانج كان معانا هو chill out to relax or calm down. بعد كده grab a bite to get something to eat، عشان تجيب حاجة تاكلها. و big out to eat a lot of food often in a greedy way، إن أنت تاكل أكل كتير وفي الغالب بيكون بطريقة جشعة. ودي شوية أمثلة على ال idioms وال phrasal verbs والسلانج اللي احنا اتعلمناهم النهاردة. I'm feeling a bit under the weather today, so I'm staying home. Let's hit the road before traffic gets bad. My best friend has been with me through thick and thin. Let's catch up soon. I want to hear everything. It's hard for him to open up about his feelings. I'm trying to figure out how to balance work and life. Dude, just chill out. Everything's gonna be fine. Let's grab a bite before the movie starts. We pigged out on pizza last night. وبس كده، لو وصلتوا للنقطة دي أتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو ويكون عجبكم، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب وشير، وتقولوا لنا في الكومنت ايه أكتر idiom وأكتر phrasal verb أكتر slang عجبكم، وتكتبوا لنا أمثلة على الكلام ده.